وإياكم والعناد، وإياكم احذروا. بارك الله فيكم. والله الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل مشورة أصحابه ويقبل آراء عمر التي تأتي موافقة القرآن بكل سهولة عليه الصلاة والسلام. وكان عمر له مستشارون، وكان قد يجمع المسألة أهل بدر ليستنير بآرائه، وإذا وقع في خطأ رجع بكل سهولة. وهذا سبيل المؤمنين الصادقين. فالمؤمن هين لين، يعني ما في كبر ولا رطرسة ولا تعالي، يقبل الحق من البعيد والقريب والكبير والصغير. فهذه هي الطريق الإسلامي الصحيح. إنسان الآن يقع في ضلال فلا يرجع ويذهب يحرف ويبدل ويتلاعب بعقول الناس. هذه أدواء فتاكة، احذروها يا أخوة. ربوا أنفسكم على التواضع وعلى الصدق وعلى حب الحق، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن أخطأ منا ثم نبهه أخوه أو عدوه فعليه أن يرجع الحق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم